فالعلاقات ديما كاينه واحد المعادلة صعيبة شوية. علاش بالنسبة للرجل الاحترام ضروري يجي هو الأول عاد الحب؟ هاد السؤال كيبان سهل ولكن راه عميق بزاف، واليوم غادي نحاولوا مجموعين نفكوا هاد اللغز. إذن السؤال اللي غادي نطرحوه ونجاوبوا عليه هو: علاش الاحترام بالنسبة للراجل ماشي مجرد كلمة، بل هو بحال الأكسجين اللي كيتنفسوا في العلاقة؟ يلا بينا نكتشفوا هاد الشيء. باش نفهموا هاد الشيء مزيان، هذه هي الخريطة ديالنا. غادي نبداو بلغز الرجل، من بعد ندوزو للكود البيولوجي ونشوفوا داك القناع ديال الرجولة اللي كيفرض عليه المجتمع. من تما غادي نشوفوا كيفاش الهضرة بين الرجل والمرأة كتكون بحال جوج لغات مختلفة، وفي الآخر غادي نعطيو المفاتيح باش نفهموا بعضياتنا حسن. أول محطة لينا لغز الرجل. هنا غادي نكتشفوا أنه الاحترام عند الرجل ماشي شي حاجة اختيارية، لا، هو واحد الحاجة اللي ضرورية وأساسية باش يحس براسو مزيان عاطفياً. مزيان، فاش كنقولوا الاحترام شنو كنعنيو بالضبط بالنسبة للراجل؟ راه ماشي غير المعنى العادي اللي في بالنا. بالنسبة ليه الاحترام هو فاش كيحس بأن المجهودات ديالو مقدرة، وأن الشخصية ديالو فيها ما يتعجب به. والأهم من هاد الشي كامل هو فاش كيحس بالاعتراف بالكفاءة ديالو وبالدور اللي كيلعبو في العلاقة. يعني بحال إلا كتوصل ليه ميساج واضح: أنا كنشوفك، كنثيق فيك، وكنقدر داكشي اللي كدير. ودابا غادي ندوزو لواحد الجانب اللي ممكن يفاجأ بزاف ديال الناس، الجانب العلمي. حيت هاد القضية ماشي غير تربية وثقافة وصافي، لا، راه كاينه حتى الكيمياء ديال الدماغ والهرمونات اللي كتلعب دور كبير. شوفوا معايا هاد السلايد، راه مهم بزاف. هذه نتائج ديال دراسة بالرنين المغناطيسي، يعني كنشوفوا شنو كيوقع في الدماغ. لاحظوا الفرق، دماغ الراجل فاش كيبغي يتحكم في المشاعر السلبية، النشاط في ديك المنطقة ديال الخوف كينزل بواحد السرعة كبيرة، وحتى في المنطقة ديال التفكير والتحكم النشاط كيكون قليل. شنو المعنى ديال هاد الشيء؟ ماشي معناه أنه لا مبالي، لا، معناه أن الدماغ ديالو مبرمج باش يرجع للهدوء ديالو دغيا وبأقل مجهود. هذه هي طريقة خدمته البيولوجية. ونزيدوا على هاد الشيء هرمون التستوستيرون، الأغلبية كيربطوه بالعدوانية، ولكن الدور الحقيقي ديالو هو الحفاظ على المكانة. هاد الشيء علاش الراجل كيكون حساس بزاف لأي نقد أو أي حاجة ممكن تبينو ضعيف أو ناقص، حيت داك الهرمون كيخليه ديما خدام باش يحافظ على قيمته ومكانته، سواء بين الناس أو مع راسو. إذن شفنا البيولوجيا، دابا أجي نشوفوا كيفاش المجتمع كيبني على هذا الأساس وكيزيد يفرض على الراجل يلبس واحد القناع، قناع الرجولة. من صغره والمجتمع كيعلم الراجل واحد القواعد اللي ما مكتوباش ولكن كل شي عارفها. خاصك تخبي مشاعرك، تكون قاصح، تعتمد على راسك، وتبعد على أي حاجة كتبان عيالة. وفوق هادشي تامل كاين واحد الخوف كبير، هو أنك تبان ضعيف. هذا الكبت العاطفي ما كيعنيش أن المشاعر كتختفي، بالعكس هي غير كتتحول لشكل آخر. يعني بلاصة ما يعبر على الحزن ديالو أو القلق، داكشي كامل كيخرج على شكل عصبية، غضب، أو ببساطة كينسحب ويسد على راسه. حيث هدوك هم المشاعر اللي المجتمع كيسمح للراجل باش يبينن. وهادشي كامل البيولوجيا مع التربية كيجمعنا في واحد النقطة حساسة بزاف: التواصل. وهنا فين كيبان أن الراجل والمرأة واخا كيهضروا بنفس اللغة، راه في الحقيقة بحال إلا كل واحد كيتكلم بلهجة مختلفة تماماً. عالمة اللسانيات ديبورا تانن كتوضح لنا هذا الفرق. الراجل غالباً كيستعمل لغة التقرير، يعني الهدف ديالو هو يوصل المعلومة ويلقى الحلول. الأسلوب ديالو مباشر وكيقلب على الخلاصة. أما المرأة فغالباً كتستعمل لغة الألفة، الهدف ديالها هو تبني روابط وتوري التعاطف، والأسلوب ديالها تشاركي وفيه تفاصيل كتار باش تقوي العلاقة. وهذا الفرق هو اللي كيخلق لينا ما يسمى بعقلية المصلح. يعني فاش المرأة كتعاود على شي مشكل، هو كيسمع طلب مباشر باش يلقى لها حل، ما كيفهمش أنها كتقلب غير على اللي يسمع لها ويحس بها. هو كيمشي نيشان للحل وهي كتقلب على التعاطف. وهنا فين كيوقع داك الصدام. مزيان، دابا من بعد ما فهمنا أصل المشكل منين جاي بيولوجياً واجتماعياً، جاء الوقت ديال الحلول العملية. في هذا الجزء الأخير غادي نعطيو مفاتيح باش نبنيو داك الجسر ديال الفهم بين هاد العالمين المختلفين. كاينين 3 ديال الركائز اللي كيبنيو الأمان العاطفي عند الراجل، وكلهم كيدوروا حول فكرة الاحترام. أولاً الثقة، خاصو يحس أن شريكته كتثق في القدرات ديالو وفي القرارات اللي كياخد. ثانياً القبول، أنها تقبلو كما هو بلا ما تبقى ديما تحاول تبدلو. وثالثاً التقدير، يعني تعترف بالمجهودات ديالو سواء كانت شي حاجة كبيرة أو صغيرة.
إذن عملياً شنو ممكن نديرو؟ كاينه جوج استراتيجيات سهلة ولكن المفعول ديالها كبير. الأولى المدح الصادق، فاش كتعترفي بالمجهودات ديالو والشخصية ديالو هادشي كيزيد يعزز القيمة ديالو عند راسو. الثانية الاستقلالية، فاش المرة كتكون عندها حياتها الخاصة واهتماماتها هادشي كيوصل ليه ميساج أنه معاها حيت اختارته ماشي حيت محتاجه، وهادي بالنسبة ليه هي أكبر علامة ديال التقدير. وهذه نقطة حساسة ومهمة بزاف. فاش الطريقة اللي كيعبر بها الراجل على المشاعر ديالو ما كتنتقدش، كيحس بالقبول التام، وهذا القبول هو اللي كيقوي الثقة ديالو في نفسه وكيخليه يحس بالأمان باش يكون على طبيعته بلا خوف. وهذه معلومة ضروري نبقاو عاقلين عليها مزيان. فاش الراجل كيوصل الإحساس أنه فشل في إسعاد الشريكة ديالو فالغالب كيتوقف تماماً على المحاولة. النقد المستمر والإحساس بالفشل كيخليه ينسحب، حيت بالنسبة ليه الدور ديالو ما بقاش قادر يديرو بنجاح. وهاد المقولة كتلخص لنا كل شيء. الاحترام كيولد الحب حتى لو ما كانش موجود، وعدم الاحترام كيقتل الحب وخا يكون موجود. هذه هي خلاصة القول. الاحترام هو ديك التربة الخصبة اللي كينبت فيها الحب بالنسبة للراجل وكيكبر. وفي الأخير كنبغي نخليكم مع هاد السؤال للتفكير: واش الحل باش نبنيو جسور بين الرجل والمرأة كيبدا بأننا نفهم اختلافاتنا ونقبلوها، ولا بأننا نتحداو دوك التوقعات والقوالب اللي حطنا فيها المجتمع؟ الجواب على هاد السؤال ممكن يكون هو المفتاح.